بيقولوا مصر دخلت في نفق مسلم. العلمانية دي يعني انا اكفر بديني؟ السلفيين بيقطعوا الودان. اه، البعد البؤري ده اللي هو مش عارف. الليبرالية خلاص عرفناها، يعني الستات يقلعوا الحجاب. الجماعة الأناركية دول هم اللي بيطبقوا المخطط الماسوني الصهيو أمريكي. اه، ما هو ده بقى اللي بيسموه القوى الناعمة. هي ايه القوى الناعمة دي؟ اه، الطابور الخامس. ما هو انت عندك 4 طوابير: طابور الغاز، طابور العيش، طابور البنزين، وطابور الأسانسير. قبل ما نتلخبط، تكملة لسياسة البزراميط. البزراميط ده بقى أسلوب حياة. كلنا متلخبطين، مش مش فاهمين. دخلت علينا في الفترة اللي فاتت دي مصطلحات كتير، وبقينا نرددها باستمرار في حياتنا، ومش فاهمينها قوي. او لو احنا فاهمينها، ما بنحاولش نشرح للي قدامنا دي معناها هي ايه المصطلحات دي، او عبارة عن ايه. وده هيوصل بينا لدرجة ان المصطلحات دي هتبقى كارثة في حياتنا بعد كده. لازم نفهم احنا بنقول ايه، ونحطه في الوضع الصحيح، ونفهم اللي قدامنا ايه ده، عشان نقضي على البزراميط.